السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض لحمة الافراح والمناسبات الكبيرة. هنعملها بطريقة سهلة جدا ومنجزة وطعمها ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده روعة. هنعمل لها خلطة تحفة، هنعملها بالخلطة الاصلية بتاعتها. هتاكل اللحمة كده بتدوب في بقك ذوبان. شايفين شكل اللحمة ما شاء الله اللهم بارك، حاجة تفتح النفس. مهما اتكلمت مش هعرف اوصف طعمها، لازم تجربيها بنفسك عشان تشوفي الطعم. اول حاجه كده عندي حله على البوتاجاز، حطيت فيها الميه وسبتها تغلي. هنسلق اللحمه بالطريقه العاديه جدا. وعندي كيلو من اللحمه، استخدمي طبعا كميه اللحمه اللي انت عايزاها على حسب عدد افراد اسرتك. وبعد ما الميه غليت خلاص هننزل باللحمه. اللحمه شطفتها الاول ميه سخنه. بشوف ناس كتير جدا ما بتحبش تشطف اللحمه، بس انا بصراحه من الناس اللي بتحب تشطفها الاول قبل ما تسلقها. وخلاص كده بعد ما نزلت باللحمه في الميه المغليه، عندي كده كام حته من القراقيش عشان تديني شوربه دسمه. هنضيفهم كمان مع اللحمه، وهنسيب اللحمه لحد ما تبدا في الغليان كده عشان نشيل الريم اللي هيظهر، لان احنا ما صدمناش اللحمه الاول. دايما لما بتسلق اللحمه بالطريقه العاديه بتخرج كميه ريم كبيره جدا، انما لو اديتيها تشويحه الاول استحالة تخرج معاكي ريم. النهارده محتاجين في وصفتنا نسلق اللحمه بالطريقه العاديه. هنبدا نشيل الريم، شايفين الريم اللي ظهر ده هيخلي الشوربه معاكي ريحتها مش حلوه، وكمان هيغمق معاكي الشوربه. لازم تتخلصي منه تماما، ما ضفناش اي بهارات لحد دلوقتي او اي توابل لحد ما نشيل كل الريم اللي هيظهر. الخطوه دي خدت معايا حوالي كده ربع ساعه. كل ما بيظهر ريم بتخلص منه بالطريقه دي. اتمنى منك لو اول مره بتشوفي قناتي ياريت تشوفي فيديوهاتي وتقيميها، ولو شايفاني بقدم محتوى هادف واستحق اللايك اتمنى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وخلاص كده كده اتاكدت ان اللحمه مش هتخرج ريم تاني. دلوقتي هننزل بالبهارات، وكمان عندي بصلايه كده وسط قطعتها بالنص بس ما فصلتهاش للاخر، وكمان طماطمايه. عندي كام فص من الثوم، عندي كباب صيني، عندي فلفل اسود، حبهان، قرنفل، ورق غار او ورق لوري. هنزل بيهم كده بالطريقه دي، وهسيب اللحمه لحد ما تستوي 3/4 سوا قبل ما نضيف الملح. شايفين شكل الشوربه بقى لونها صافي وفاتح. ههدي النار عليها وهسيبها لحد ما تستوي 3/4 سوا، بعد كده هضيف الملح. وهنا خلاص كانت اللحمه ما شاء الله استوت. شايفين شكل الشوربه اللهم بارك، حاجه كده روعه. شايفين كمان الرقه بتاعت الشوربه، حاجه كده تحفه. والشوربه لونها فاتح جدا. اللحمه استوت طبعا، انا كنت ضفت الملح بس ما صورتش الخطوه دي. وخلاص كده ظبطتها. دلوقتي هنركن اللحمه كده على جنب، وهنبدا نعمل الخلطه التحفه اللي هتسيب اللحمه وهتاكل الخلطه جميله، حاجه كده اللهم بارك روعه. عندي طاسه او وك على البوتاجاز، ضفت فيه معلقتين من السمنه، ويا ريت لو سمنه بلدي هتبقى معاكي جميله جدا. وهسيبها لحد ما تسخن كويس جدا. طريقة يا بنات جميلة جدا وطريقة جديدة. لو انت حابة تسلق اللحمة ومحتاجة الشوربة تقدري تعملي اللحمة بالخطوة دي، هتديكي اللحمة اللهم بارك روعة. عندي نص كيلو من البصل، ويا ريت لو عندك بصل ابيض تستخدميه، ما عندكيش يبقى استخدمي البصل الاحمر، بس البصل الابيض بيدي تسكيرة جميلة جدا. عندي نص كيلو كده، حوالي 3 بصلات حلوين، قطعتهم بالسكينة بالطريقة دي. قطعيهم التقطيعة اللي تريحك، عايزة تقطعيهم جوانح قطع صغيرة براحتك. هنقلب في البصل لحد البصل ما يدبل بالطريقه دي، مش هنغمق البصل ولا هنديله اي لون. شايفين هو دبل بس. شايفين الخطوه دي مهمه جدا، ان انت ما تغمقيش البصل ولا تديله اي لون. ودلوقتي عندي فلفل الوان، لو عندك اخضر بس، عندك اصفر واحمر اللي عندك استخدميه. بس النهارده استخدمت فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، من كل من كل لون حبايه او نص. الفلفل الاصفر والاحمر طبعا بيبقى كبير، استخدمت من كل نوع كده نص واحده بس. هنقلب في الفلفل كده لحد الفلفل ما يدبل حوالي دقيقتين 3. طريقة جميلة جدا ان شاء الله تجربيها وهتعجبك. شايفين شكل الفلفل والالوان مع بعضها اللهم بارك، حاجة كده روعة. كمان عندي طماطمايه وسط قطعتها كده قطع صغيرة، والطماطم اللي عندي كانت حادقة فانا ضفت عليها كده رشة بسيطة جدا من السكر. هنقلب كده لحد الطماطم ما تدبل. ودلوقتي هننزل بالبهارات. عندي فلفل اسود، وكمان عندي كزبرة، وهنضيف 7 بهارات، وهنضيف معلقة صغيرة من البابريكا، وكمان هنضيف ملح، وهضيف ربع معلقة من الكاري. لو مش حابة تضيفي ربع معلقة الكاري مفيش مشكلة، استغنى عنها مش هتأثر في الوصفة، بس بصراحة انا كنت حابة طعمها جدا مع اللحمة. خلاص كده يبقى ضفت كاري، ضفت فلفل اسود، ضفت كزبرة، ضفت ملح، ضفت بابريكا. لو حابة تضيفي معلقة شطة بودر براحتك مفيش مشكلة، بس انا هضيف هريسة الشطة. الوصفة دي يا بنات لما بتبقى حامية شوية كده بيبقى طعمها رهيب.
وخلاص كده شايفين لون الخلطة اللهم بارك روعة. دلوقتي هنضيف معلقة كبيرة من الصلصة، صلصة الطماطم المعلبة، وهقلب. مش هنضيف سكر لان انا كنت ضايفة رشة على الطماطم، فمش هضيف تاني. هقلب كده. كل خطوة يا بنات بتاخد حوالي كده 3 4 دقايق، مش اكتر من كده. ودلوقتي هضيف كده ربع معلقة من هريسة الشطة، ودي كانت كافية جدا، كان طعمها رهيب. لو ما عندكش هريسة الشطة تقدر تستبدليها بشطة بودر زي ما قلتلك. خلاص كده هقلب. وشمي بقى احلى ريحه في الوقت ده، ريحه البهارات مع البصل مع الفلفل، حاجه كده اللهم بارك جميله جدا. خلاص كده بعد ما سبتها اتسبكت الطماطم حوالي 3 4 دقايق، دلوقتي هننزل بحوالي 4 معالق من الشوربه. شايفين لون الشوربه فاتح وجميل جدا. 3 4 معالق بس، ما تكتريش. شايفين ما شاء الله الرقه بتاعت الشوربه. هقلب بالطريقه دي. ودلوقتي كمان هننزل باللحمة، وهنسيب اللحمة كده تاخد وتدي مع الخلطة دي حوالي كده دقيقتين 3 قبل ما ندخلها الفرن، تتشرب من الصلصة وتتشرب كده من طعم البهارات. اتمنى منك لو لسه مكملة الفيديو معايا لحد دلوقتي يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اللحمة يا بنات عندنا مستوية سوا كامل. وخلاص كده بعد ما ضفت اللحمه في الخلطه زي ما قلت لك هسيبها تغلي كده دقيقتين 3، تاخد وتدي مع الخلطه وتتشرب من طعم البهارات والخلطه التحفه اللي احنا عاملينها دي. الوصفه دي جميله جدا، تقدري تقدميها مع رز ابيض او رز بشعريه، او كمان لو هتاكليها كده بالعيش بتبقى خطيره. الخلطه دي يا بنات مهما اتكلمت ومهما قلت مش قادره اوصف طعمها، بصراحه كان طعمها اللهم بارك رهيب. خلاص كده اللحمه بقت جاهزه، هنطفي البوتاجاز دلوقتي وهنجيب الصينيه اللي هندخلها الفرن، وهننزل باللحمة كده بالطريقة دي. شايفين الشكل ما شاء الله بيتكلم عن نفسه، حاجة كده تحفة. ظبطي كده الصينية بتاعتك وظبطي اللحمة، لان هنقدم الصينية بنفس المنظر اللي احنا هنظبطها كده عليه. وخلاص كده شايفين شكل الصينية ما شاء الله اللهم بارك، حاجة كده تفتح النفس، هتشرفك في اي عزومة. كمان طريقتها سهلة بسيطة جدا وتغيير في طعم اللحمة. دلوقتي هنجيب كده قطعة من ورق الزبدة، وكمان هغلفها بقطعة من ورق الفويل، وهدخلها الفرن على الشبكة كده في الرف الأوسط لمدة حوالي ربع ساعة. بعد كده هنشيل ورق الفويل وهنديها كده 5 دقايق بس تحت الشواية، مش أكتر من كده عشان ما تنشفيش اللحمة، لأن اللحمة مش محتاجة شواية ولا أي حاجة. كده لونها جميل جدا مناسب بالنسبة لنا. لو انت حابة تغمقيها أكتر من كده براحتك مفيش مشكلة، بس دي الدرجة المظبوطة عشان اللحمة ما تنشفش معاكي. شايفين اللحمة ما شاء الله مستوية اللهم بارك روعة، هتدوب في بقك كده دوبان. الخلطة بتاعتها رهيبة جدا جدا، عايزة اقولك كل اللي هيدوق اللحمة بالطريقة دي هيسألك عاملاها ازاي. ان شاء الله تجربيها وتعجبك. يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واشوفك في فيديو جديد ومع السلامة.